يتحدث المغوط عن تلك التجربة، واصفا شعور الخوف الذي حفره السجن في شخصيته. يقول: الخوف حفر بداخلي، في أعماقي وروحي وفي عيني وركبتي. أنا لا أرتجف من البرد ولا من الجوع، بل أرتجف من الخوف. فقد سجن المغوط آنذاك لانتمائه إلى الحزب القومي السوري، الذي ويا المفارقة لم يقرأ مبادئه، وإنما انتمى إليه عن طريق المصادفة. وإذا ما استعدنا ما كتبه هو نفسه في كتابه سأخون وطني، يتحدث أنه دخل على أول قاعة حزبية وجد مدفأة في داخلها، وانتسب ربما للدفء قبل الأفكار والأحزاب والسياسة. على أي حال، أصبح المغوط إثر ذلك ينتقل من سجن إلى آخر. يقول بعد خروجه من المعتقل بسنوات: إذا طرق الباب في الليل لا أفتح، أقول: لقد جاءوا ليأخذوني، مع أني أصبحت محميا ونلت وساما وما زلت أخاف. ويضيف: السجن له شروش وجذور، جذوره تصل إلى القصيدة، المسرحية، الفيلم، الفم الذي نقبله، الصدر الذي يرضع، إلى الله الذي نصلي له.